السلام عليكم حبايبي طلبة وطالبات تالتة ثانوي، أهلا بيكم. معاكم مستر أحمد حسن على قناتكم مملكة المؤرخاتي. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض رحلة تاريخ تالتة ثانوي، وهنشرح الدرس الثاني في الفصل الأول. خليكم معايا. طيب، مكملين رحلتنا زي ما اتفقنا أسبوعيا بالالتزام. بنزل فيديوهين، الفيديو الأول فيديو فيه شرح الدرس، والفيديو الثاني فيه حل أسئلة كاملة بتفسير كل سؤال، بتحليل كل سؤال من كتاب الامتحان. وكنت نبهت قبل كده ان احنا مش محتاجين اي حاجة خالص غير ان احنا نبقى مركزين مع القناة وبنحضر اول باول، وبلاش نراكم. التاريخ مادة بتبقى طيبة وكيوت وصغيرة قد كده طول ما احنا بنذاكرها اول باول، بعد كده بتتحول لتمساح ديناصور لو فضلنا نراكم علينا المعلومات. فبلاش نراكم علينا، واول باول كده تفتح تذاكر، تحضر الدرس بتاعك، تشوف تفسير الحل ايه، علشان الدنيا تبقى سهلة معاك بإذن الله تعالى. ما ننساش كمان ان احنا عندنا كل يوم خميس بينزل لنا الفيديو بتاع لخصها واحفظها. ده فيديو الهدف منه انه يجمع لك المعلومات في عدد قليل جدا من الدقايق، تقدر تنجز وتفتكر المعلومات اللي موجودة عندك ايه من غير ما تحس ان في لخبطة او في اي حاجة مضايقاك يعني. طيب، زي ما قلت النهاردة هنشرح الدرس الثاني في الفصل الاول، واحنا كده ماشيين كويس. محدش يستربع، محدش يقول يا مستر احنا متأخرين، احنا مفيش الكلام ده. واحدة واحدة بس كده، والمنهج هيخلص يعني بكبيره أوي في شهر 3 بإذن الله تعالى. طيب، النهاردة زي ما احنا شايفين قدامنا كده عندنا الدرس بتاع الحملة الفرنسية على مصر. ايه ده يا مستر، مش احنا خدنا الدرس ده الحصة اللي فاتت؟ لا، الحصة اللي فاتت كان أحوال مصر قبل الحملة الفرنسية. النهاردة بقى ناخد الحملة الفرنسية نفسها، جت عملت ايه وايه اللي حصل. ركزوا معايا بقى. طيب، أول حاجة عايزين نعرفها مع بعض هو نابليون جه ازاي وكان جاي يعمل ايه. بصوا، خلينا كده بس نلف الصفحة بتاعتنا الجميلة دي كده علشان نعرف نشوف. احنا كده هنشقلب الصفحة خالص. طيب، زي ما احنا شايفين قدامنا كده الحملة الفرنسية لما خرجت عندي من ميناء اسمه ميناء طولون. معلش بقى تلاقي الخريطة متشقلبة شوية. ميناء طولون في فرنسا. هو الغرض بس من الخريطة او الغرض من الكلام اللي احنا شايفينه قدامنا ان احنا نعرف ان نابليون ما خرجش من فرنسا رأسا على مصر. ليه؟ عشان كان بيحاول تضليل البعبع، التمساح اللي واقف له في البحر المتوسط، او اللي واقف له عموما في البحر المتوسط او في اوروبا، وهو الاسطول الانجليزي اللي اصلا كان السبب في ان نابليون يضطر ان هو ينقل الصراع ما بينه وما بين انجلترا في مصر بسبب قوة الاسطول الانجليزي. فخرج من ميناء طولون الاول، بعد كده راح جزيرة مالطا، ومن جزيرة مالطا لجزيرة كريت، واخيرا بعد كده تحول الى الاسكندرية او جه اسكندرية. كل ده ليه؟ عشان يضلل الاسطول الانجليزي. عشان كده هلاقي قدامي دلوقتي بيقول لي يتضح من الخريطة السابقة استخدام الأسطول الفرنسي لطريق غير مباشر بعد خروجه من ميناء طولون وصولا إلى جزيرة مالطا، ثم الاتجاه نحو جزيرة كريت ومنها إلى الإسكندرية. ليه؟ رغبة في إخفاء خبر خروج الحملة الفرنسية إلى مصر عن إنجلترا بسبب إيه؟ قوة الأسطول البحري بتاعها. طيب، نابليون لما جه مصر بدأ يفكر كذا فكرة. ازاي انا هتعامل؟ ازاي؟ هل هخش هدب على طول في المصريين وادب في الدولة العثمانية؟ بس انا عايز اخرج باقل الخسائر، انا عايز احتل مصر كده باقل الخسائر. فبدأ يفكر في المنشورات اللي هو هيطبعها وهيوزعها على المصريين. يا ترى يكون موجود فيها ايه؟ نابليون ذكي، سياسي ذكي، سياسي بارع قوي. اول حاجة بدأ يفكر فيها انه مش عايز صدام مع الدولة العثمانية. طب يعمل ايه؟ بدأ يجامل السلطان العثماني. يعني ايه؟ يعني يقول للسلطان العثماني انا مش جاي مصر علشان احتلها واخدها منك. يحاول يتكلم بفخامة عن السلطان العثماني وانه جاي هنا علشان المماليك الوحشين بقوا مؤذيين وفي مشاكل كتير بتحصل للتجارة الفرنسية بسببهم، وهكذا. بيحاول يجامل السلطان العثماني.
قدر المستطاع عشان ما يخشش معاه في صراع. هو عايز ينجز وعايز يدخل مصر ويحتلها بأقل الخسائر زي ما بنقول كده. فمكتوب قدامي ايه؟ بيقول لي رأى نابليون أن خير وسيلة لتوطيد سلطته في مصر هي العمل على ألف أو واحد مجاملة الدولة العثمانية بقدر المستطاع على قد ما يقدر. طيب رقم 2، هو عايز يجذب المصريين ناحيته. طب ازاي؟ عن طريق حاجتين. رقم 1، قال للمصريين انا مش جاي اضربكم، ده انا جاي للمماليك الوحشين اللي هم بيظلموكوا، اللي هم حكمهم وحش وعندهم صراع مع بعض ومخلين بلدكم وحشه. رقم 2، على فكره انا جاي انقل السلطه ليكوا انتوا، انا جاي اخليكوا انتوا اللي تحكموا. وده طبعا ظهر فيما بعد من فكره نابليون للدواوين اللي هي اصلا كانت لخدمه المصالح فرنسا يعني، لكن هي دي الفكره اللي بيسوق لها نابليون، ان انا جاي انقل الحكم ليكوا. اذا رقم 2 بيقول لي اجتذاب المصريين الى صفه وذلك باقناعهم انه جاء ليه محاربة المماليك الغرباء عن البلاد. بدأ يلعب على حتة الوطنية بقى. يعني ايه بدأ يلعب على حتة الوطنية؟ يعني دول مش مصريين، مش من حقهم ان هم يكونوا قاعدين كده معاكوا وقاعدين بيحكموا المصريين، انا عايز الحكم يبقى للمصريين. فقال لك محاربة المماليك الغرباء عن البلاد الذين يستنزفون ثروة البلاد ويظلمون اهلها. ادي 1. 2، العمل على انشاء حكومة اهلية يكون الحكم فيها للمصريين. يبقى انا عندي حاجتين نابليون كان بيحاول يعملهم. بصوا بقى الحتة دي، حتة الكيوردز اللي انا علمتها لكم قبل كده، او الكلمات المفتاحية. ازاي؟ ايه الكلمة المفتاحية اللي تفكرني بالجزئية دي؟ كلمتين: مجاملة واجتذاب. مجاملة واجتذاب، دي الطريقة اللي كان بيستخدمها نابليون. مجاملة السلطان العثماني واجتذاب المصريين عن طريق انه مش جاي يحاربهم، ده جاي يضرب المماليك رقم 1. رقم 2، جاي ينقل السلطة ليهم ويحقق لهم او يعمل لهم حكومة اهلية. طيب الكلام ده بقى هو عبر عنه ازاي؟ عبر عنه في المنشور بتاعه اللي وزعه في يونيو شهر 6 سنة 1798 قبل وصول الحملة. المنشور ده كان بيتوزع لان الحملة وصلت في يوليو. تعالوا نشوف. وبالرغم من لغة التودد التي جاء بها نابليون في هذا المنشور، عمال يطبطب، الا انه مش طول الوقت طبطبة. ازاي بقى؟ قال لك الا انه في نفس الوقت هدد بحرق القرى والمناطق التي تحاول التعرض للقوات الفرنسية. اللي هيقف، اللي هلمحه همرجحه، اللي هيقف قدامي هحرقه على طول. وده معناه ان نابليون بيستخدم ايه؟ بيستخدم طريقة الترغيب اللي هو اجتذاب المصريين وانه جاي يضرب المماليك وعمال يجامل السلطان العثماني، ولكن في نفس الوقت هو مش بيطبطب بس، ده هو كمان بيعمل ترغيب وترهيب، بيهددهم انه هيحرق القرى لو حد وقف قدامه. طيب تعالوا نشوف كده فقرة صغيرة من المنشور بتاع نابليون. انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين اللي هم المماليك يعني، وانني اكثر من المماليك ايمانا اعبد الله سبحانه وتعالى. طيب قوي. واحترم نبيه والقرآن الكريم. طبعا هو عارف ان هو جاي دولة اسلامية فلازم يجامل بقى. وأن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط، وأنه إذا كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك فليرونا الحجة التي كتبها الله له. لو كان بقت المماليك يعني باسم بقى لو كانت مصر باسم المماليك يعني، وربنا كده هو اللي كتب لهم العقد بتاعها، يورونا العقد بتاعها فين بقى. يعني هو بيسخر كمان من حتة ان المماليك عمالين يحكموا بقالهم وقت كتير، وان مصر بالنسبة لهم بقت حق مكتسب يعني. طيب عايزين نشوف بقى الكلام الحلو اللي عمال يقوله نابليون ده هيبقى حقيقة ولا لا، ولا في حاجة ممكن تحصل تكشف القناع بتاع نابليون. هنشوف. نزلت الحملة شواطئ اسكندرية في يوليو سنة 1798. ماشي. وبعدين هترجع ريما لعادتها القديمة. فوجئ المماليك. يا جماعة المماليك في المنهج عندنا السنة دي بيتفاجئوا بس ما بيعملوش حاجة تاني. اتفاجئ المماليك وهم في القاهرة ان الحملة الفرنسية جت. طبعا هم مش مستعدين ولا مهتمين بتحصين البلاد عشان لو في اي خطر حصل ولا اي حاجة، علشان كده هم فعلا ما كانوش مستعدين للحملة الفرنسية. فطبيعي اللي حصل فيهم اللي احنا نعرفه دلوقتي طبيعي يحصل، لأن قواتهم قد استهلكت في النزاعات الداخلية فيما بينهم. على طول بيتخانقوا مع بعض، فمش فاضيين بقى الحاجات الفاضية زي تحصين البلاد والدفاع عنها. ده كل ده كلام فاضي ملوش لازمة.
وبالرغم من ذلك لاقت الحملة الفرنسية الكثير من المتاعب وصور المقاومة منذ يومها الأول أو يومها الأول في مصر. إيه بقى المقاومة؟ قال لك رقم 1 مقاومة أهالي الإسكندرية، وطبعا دي أول حاجة هنتكلم عنها. تاني حاجة مقاومة المماليك في معركتها شبرخيت ومبابة، بعد كده بخ، موقعة أبي قير البحرية، مقاومة أهالي الصعيد، ده بالترتيب التواريخ كمان، ثورة القاهرة الأولى، التحالف العثماني الإنجليزي الروسي، وأخيرا ثورة القاهرة الثانية. دي كانت صور المقاومة وأشكالها. أول حاجة هنبدأ بيها هي وصول نابليون الإسكندرية. ببساطة شديدة، واحد وصل بجيش نظامي جاهز، معاه مدافع، معاه بنادق، الدنيا جاهزة 100 بالنسبة له، والمماليك لسه بيتخانقوا مع بعض في القاهرة ومش مهتمين بتحصين البلاد. فمين اللي هيواجه نابليون او مين اللي هيرحب بيه اول ما ينزل كده؟ المصريين. طب معلش، هو انت يا مستر مش بتقول انه جيش نظامي؟ مظبوط. طب هو الجيش النظامي ده لما يقف قدام حد من الشعب، حد مسالم، حد اصلا بيشتغل في الزراعة او في الصيد في اسكندرية، فهو ما يعرفش هيواجه ازاي يعني. فاللي طلع بسكينة خيار بقى، واللي طلع بعصاية المقش، انا مش بكذب، ده اللي حصل، واللي طلع بغطا حلة، كل واحد طالع بقى بيقاوم مقاومة شعبية يعني، مش مقاومة، مش جيش قدام جيش يعني. طبعا لم تصمد المقاومة كثيرا قدام قوة نابليون الغاشمة وقوة فرنسا وتطور السلاح بتاعها، وللأسف تم إلقاء القبض على محمد كريم محافظ الإسكندرية، اللي هو حاكم الإسكندرية قديما زي المحافظ دلوقتي كده. والراجل بعد شهر سبتمبر بقى، بعد مناوشات وحاجات كتير حصلت، أعدم رميا بالرصاص في سبتمبر سنة 1798. تعالوا بقى نشوف الكلام ده. أنا دايما هتلاقوني بشرح لكم الجزء الأول، بتكلم معاكم، لأن طبعا الآي كونتاكت يعني التواصل ما بيني وما بينكم لازم يكون موجود. عشان كده أنا صممت إنكم تلاقوا الدايرة الصغيرة اللي هي فين، مش عارف هتظهر فين، يعني هي هنا في الفيديو يا إما هنا، مش عارف بقى الاتجاه عامل إزاي، يعني الناحية دي يا الناحية دي. المهم يعني صممت إن أكون موجود عشان كأني شايفكم قدامي، او كأننا في قاعة او في سنتر او بنتكلم مع بعض. طيب عايزين نعرف بقى كده. انا كنت بقول محمد كريم، بشرح دايما الجزء الاول، وبعد كده هرجع اقرأ معاك سريعا كده الجزء في الكتاب ايه، عشان لما تيجي تقرأ في الكتاب بعد كده ما تحسش ان انت تايه وان انت ما شفتش الكلام ده قبل كده، كأنك ذاكرت وكمان حضرت الحصة. طيب، مقاومة الأهالي للحملة في الإسكندرية. قال لي نزلت الحملة إلى الإسكندرية فقاومها الأهالي بزعامة حاكم المدينة محمد كريم، ولكن الحملة استطاعت الاستيلاء على الإسكندرية طبيعي زي ما قلنا، واعتقال السيد محمد كريم الذي أعدم رميا بالرصاص فيما بعد في سبتمبر سنة 1798. سؤال يا سيدي، دلل ظهر فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه عند نزول الحملة الفرنسية الإسكندرية. طب الدليل على كده إيه؟ الدليل على كده مقاومة الأهالي. وهم لو الأهالي سمعوا كلامه وإن هو جاي يضرب المماليك وإن هو جاي علشان يعمل لهم حكومة أهلية، ما كانوش قاوموه، إنما هم قاوموه، معنى كده إن هم مش مصدقين إن هو بيقوله. مقاومة المماليك للحملة في موقعتي شبرخيت ومبابة. هنا بقى هندخل على الجزء الثاني وهو مقاومة المماليك. المماليك بعد ما صحيوا من النوم وفاقوا وعرفوا إن في حملة فرنسية جاية، قرروا ان هم يروحوا بقى يواجهوا الحملة الفرنسية. طيب واجهوا ازاي؟ قال لك مراد بيك خد جيش وراح توجه ناحية اسكندرية، ونابليون كان جاي بقى. يعني لو احنا بصينا على الخريطة دي كده هنلاقي نابليون خلص او خد اسكندرية تم، وماشي بقى الناحية دي من ناحية البحيرة عشان يمشي جنب النهر في الجزء ده كده ويكمل يوصل عند القاهرة. قام خابط في مين بقى وهو ماشي؟ خابط مع مراد بيك في معركة شبرخيت. ايه اللي حصل؟ هزم مراد بيك وتقهقر الى امبابة. طبيعي يتهزم يعني، معلش يعني، هو انت عملت ايه وجهزت جيشك ازاي، او كنتوا على وفاق ووحدة مع بعض المماليك ازاي علشان تكسب نابليون؟ ده صعب يعني، انت اصلا مش جاهز للحرب، انت اتفاجئت ان نابليون وصل اساسا، انت في البطاطا. طيب، وصلت القوات الفرنسية زحفها نحو القاهرة، وفي طريقها لقيت مقاومة من المماليك حيث التقت بقوات مراد بيك من قرب من شبرخيت في البحيرة. طيب اللي حصل نتائجها: 1. هزيمة المماليك،
2 تقهقر مراد بيك جنوبا للدفاع عن القاهرة ورابط عند امبابة. وقف بقى عند امبابة كده وبدأ يعيد ترتيب صفوف جيوشه المنهزمة أو الجيش المنهزم بتاعه، بلاش مبالغة. وبدأ يستعين بقى يقول إيه، الحقنا إبراهيم، أنا اتحط عليا إبراهيم. مين إبراهيم بيك ده؟ القائد الثاني أو الحاكم الثاني اللي كان بيحكم مصر في التوقيت ده. مصر كان بيحكمها إبراهيم ومراد في نفس الوقت. جه إبراهيم بيك بقى والاتنين كل واحد بالقوات بتاعته علشان يواجهوا نابليون. موقعة امبابة. في موقعة امبابة مراد بيك وإبراهيم بيك وبرضه تم هزيمة المماليك، وبعدها وصل نابليون الى القاهرة. تقهقروا بقى وكل واحد هرب. طيب تعالى كده اقول لك على حاجة تفتكرها. مراد اخر حرف فيه دال، ففر الى الصعيد اللي اخر برضه حرف فيها دال، يبقى انا عندي دال اهي وعندي دال اهي، ماشي. بينما ابراهيم اخر حرف فيه ميم، خد الوالي العثماني في ايده كده وقاموا مهاجرين هما الاتنين او فروا هما الاتنين الى بلاد الشام. يبقى مراد راح الصعيد وابراهيم راح الشام. طيب نرجع تاني. نجح الفرنسيين في هزيمة المماليك، فر كل من مراد بيك للصعيد وابراهيم بيك ومعه الوالي العثماني للشام، ودخل نابليون وقواته القاهرة بسهولة في يوليو سنة 1798. بلاش نلخبط نفسنا، يوليو هو اللي حصل فيه كل المصايب السوداء دي. حتى معركة أبي قير البحرية هتبقى بعد يوليو بشهر واحد، مش بعديه بكتير يعني، ماشي. بعد أن خلت من أي قوة للدفاع عنها. طيب نابليون لسه قاعد بقى وبدأ يشغل الأغنية بتاعة الأستاذ أحمد شيبة وهو بيقول لو لعبت يا زهر. مبسوط بقى هو طبعا إنه دخل القاهرة، إلا لقى واحد كده جاي له جري كده يقول له الحق يا نابليون، الحق يا نابليون، في إيه؟ قال له نيلسون بهدلنا. يا عم انطق مين نيلسون ده؟ نيلسون عورنا. يا عم اخلص مين نيلسون ده؟ نيلسون ده نابليون هو قائد الأسطول الإنجليزي، دمر الأسطول الفرنسي بالكامل في البحر المتوسط. صدم نابليون بقى. يعني انا بعد اللي انا عملته ده كله، بعد النضال وبعد ما في جنود مني ماتوا قدام المماليك، وبعد ما دخلت القاهرة عاصمة مصر، تيجي انجلترا تبوظ لي كل حاجة كده؟ فردينا عليه وقلنا له يا عم انت زعلان ليه؟ انجلترا كده ما بوظتلكش حاجة، انت خلاص دخلت مصر احتلتها. قال لي لا يا باشا ركز، انا بقيت محاصر دلوقتي لو فرنسا عايزة تبعت لي امدادات، عايزة تبعت لي سلاح، عايزة تبعت لي اي حاجة، مش هتعرف، لان الاسطول الانجليزي واقف في البحر المتوسط. تصدق صح. زائد ان الجنود هيحبطوا لما يعرفوا ان كل حاجة او الاسطول بتاعهم اتدمر وان هم مش عارفين يخرجوا بره مصر. صح. زائد ان انا دلوقتي متضايق بقى جدا علشان كمان في حاجة سيئة جدا هتحصل، ان انا امالي وطموحاتي في ان انا اسيطر على البحر المتوسط ضاعت. يعني هو اصلا كان جاي يعمل مستعمرة في مصر، كان جاي مطول وقاعد في مصر، كل ده انتهى وما بقاش هو يقدر يعمل الحاجات دي كلها بعد معركة أبي قير. فدي الحاجات اللي مزعلة نابليون. عشان كده لما يجي يسألني سؤال ويقول لي بما تفسر او ما النتائج التي ترتبت على معركة أبي قير البحرية، هقول له رقم 1 ان الاسطول الانجليزي او الاسطول الفرنسي غرق. رقم 2 ان تم القضاء على امال فرنسا في انها تسيطر على البحر المتوسط او في بسط سيطرتها على حدود البحر المتوسط. واخيرا حرمان الحملة من امدادات فرنسا لها. الحملة دي كانت امتى بقى او المعركة دي كانت امتى؟ كانت في اغسطس سنة 1798. وخلي بالكو من اسمها معركة أبي قير البحرية عشان في معركة اسمها معركة أبي قير البرية هنعرفها دلوقتي. طيب أية صحة العبارة، تعالوا نشوف السؤال ده. أظهرت النتائج النهائية لمعركة امبابة عام 1798 انعدام التنسيق العسكري بين زعماء المماليك. فعلا ده حتى في فرارهم في انعدام تنسيق، واحد راح الصعيد جري والتاني راح بلاد الشام. يعني حتى في الفرار يعني هنقول هزيمة تنسيق، انعدام تنسيق، حتى في الفرار انعدام تنسيق برضه. فهم يعني هكتب هنا الإجابة في السؤال ان كانت النتيجة النهائية لمعركة امبابة هي هزيمة المماليك، وهذا يدل على عدم تنسيقهم، بل أيضا فرارهم كل زعيم في جهة يدل على انعدام أي شيء له علاقة بالتنسيق بين المماليك. طيب خلي بالكم ان التاريخ مش قرآن، التاريخ مش كتاب سماوي. التاريخ اقدر اكتبه زي ما انا فهمته، وخصوصا يعني هو مش خصوصا، هو كده كده السؤال المقالي بس هو اللي اعرف اكتبه زي ما انا فهمت. الاختيار من المتعدد هو اجابة واحدة بس. لكن الفكرة ان الناس يا عيني بتعطل عند السؤال المقالي وتحسسني ان السؤال المقالي ده لو انا ما سمعتش صح هيتحسب غلط. يعني يا جماعة مفيش الكلام ده.
اكتب بمليون طريقه. احنا ممكن نكتب، يعني انا ممكن اجاوب السؤال ده دلوقتي حالا ب20 طريقه، وال20 صح. اهم حاجه الراجل اللي بيصحح يلاقي في وسط السطور اللي احنا كاتبينها المعلومه اللي هو بيدور عليها. هو هنا بيسالني عن النتائج النهائيه لمعركه امبابه، يبقى انا لازم اجيب الاجابه بتاعتي في ضوء النتائج النهائيه بتاعت معركه امبابه. ما ينفعش اقول له هزيمه مراد بيك في معركه امبابه وفراره نحو ابراهيم بيك. لا، هو نحو ابراهيم بيك يعني هو خسر المعركه بتاعته امتى وراح امتى؟ خسر المعركه بتاعته في شبرخيت وكان رايح الى امبابه، انما هو بيكلمنا عن امبابه اصلا. خلي بالكم. طيب سؤال تاني بيقول ما مصداقية العبارة حطمت قوة الأسطول الإنجليزي أهداف الحملة الفرنسية على مصر؟ طبعا العبارة صادقة، حيث قضيت على آمال فرنسا في السيطرة على البحر المتوسط بعد إغراق الأسطول الفرنسي في البحر المتوسط، زائد أن الحملة حرمت من إمدادات فرنسا لها. طيب مش دول يا نابليون اللي انت كنت عمال بقى تبعد عنهم وعمال تعمل لهم تمويه عشان ما يعرفوش انت رايح فين؟ جامدين قوي بتوع انجلترا دول. طيب مقاومة اهالي الصعيد. بصوا، نابليون بعد ما خسر في معركة ابيقيل البحرية قال على الاقل سيطر على المصريين كلهم، فبدأ يوزع القوات بتاعته عشان يروحوا بقى يسيطروا على كل حاجة. هو كده كده سيطر على الوجه البحري كله، بس عايز يكمل بقى ناحية مراد بيك اللي فر للصعيد ده علشان يقدر يسيطر كمان على الصعيد، لكن هيهات معرفش. فلما ما عرفش ولقى الدنيا صعبة عرض على مراد بيك، قال له بص يا عم انت تبقى تحت طوعي وتبعي وتخضع اهل الصعيد من غير حرب ومن غير خناقات. مراد بيك قال له لا انا مش تبع حد، انا جامد زحليقة، انا ما ينفعش اكون تحت جناح حد، واحنا هنقاوم لحد اخر نفس فينا. تعالوا نشوف. اتجه نابليون بقواته إلى الصعيد للقضاء على المماليك بقيادة مراد بيك لخطورة ذلك على الملاحة في نهر النيل. الملاحة يعني السفن بقى التجارية اللي هتمشي في نهر النيل والكلام ده. وعرض عليه حكم الصعيد تحت إشراف مين؟ تحت إشراف الفرنسيين مقابل التسليم، ولكن مراد بيك رفض، فدارت بينهما المعارك واستطاع نابليون الانتصار. إذا دارت ما بين المماليك اللي موجودين في الصعيد ونابليون معارك واستطاع الانتصار. يعني كده نابليون انتصر على المماليك 3 مرات مش مرتين زي ما احنا عارفين شبرخيت ومبابة. انتصر عليهم في شبرخيت وانتصر عليهم في مبابة وانتصر في معارك متفرقة على مراد بيك لما كانت القوات بتاعته في الصعيد. حلو. قال لي اشتعلت روح المقاومة في نفوس أهالي الصعيد واستمروا قرابة 10 شهور في حالة مقاومة. السؤال هنا ليه نابليون مش عارف يسيطر على الصعيد بالذات؟ قال لك رقم 1 طول الوادي. يعني معلش، يعني احنا عارفين ان مصر اهي حاجة شبه مصر يعني عشان ما بحبش الخرايط، وعندنا البحر الاحمر اهو. هنقول ان اهل الصعيد بادئين من هنا. بص قد ايه، بص الحتة دي كلها يا جماعة، الحتة دي كلها انا مش ماشي بعجلة، الحتة دي كلها كبيرة جدا. فعشان نابليون يقدر يسيطر على الاجزاء دي كلها، هنا في جبال وهنا في جبال، والصعايدة طبعا دي ارضهم وعارفين كل حاجة، فصعب جدا يسيطر عليهم في المنطقة الطويلة دي، صعب يعني. قال لك طول الوادي رقم 1. رقم 2 تعاون بعض قوات المماليك مع اهالي الصعيد. احنا عارفين طبعا ان مراد بيك كان هناك، فطبيعي ان القوات اللي موجودة او المملوكيين يعني او المماليك يساعدوا الصعيد. مجيء قوة من الجزيرة العربية وانضمامها للمقاومة، وهنا ممكن يقول لي تضامن عربي، ممكن يقول لي الحركة القومية العربية، يعني ممكن يستخدم اللفظ ده في الأسئلة. اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. حرب المناوشات اللي هي اضرب واجري، هضربك ومش هتشوفني بعدها. إذن 4 كلمات ممكن نقول رقم 1 الوادي، رقم 2 المماليك، رقم 3 العرب، رقم 4 المناوشات. دول ال4 كلمات: وادي، مماليك، عرب، مناوشات. وادي، مماليك، عرب، مناوشات. المرة الأخيرة وادي، مماليك، عرب، مناوشات. طول الوادي، المماليك ومقاومتهم ومساعدتهم لأهل الصعيد، حرب المناوشات المتفرقة، مساعدة قوات من شبه الجزيرة العربية أو بعض قوات شبه الجزيرة العربية للصعيد. طيب
حدد مصداقية العبارة الآتية، أو حدد العلاقة بين الطبيعة الجغرافية لمصر وفشل الحملة الفرنسية في إخضاع أهالي الوجه القبلي. هقول له أدت الطبيعة الجغرافية في مصر وطول الوادي إلى إرهاق القوات الفرنسية، وبالتالي عدم استطاعتهم السيطرة على أهل الصعيد. طيب، ثورة القاهرة الأولى، مالها بقى ثورة القاهرة الأولى دي؟ ثورة القاهرة الأولى يعني هي اللي كشفت الوجه القبيح لنابليون، وده سؤال ممكن نلاقيه في الامتحان. ممكن يقول لي معركة أبي قير البحرية كشفت الوجه القبيح لنابليون، أفشلت معركة أبي قير البحرية ما ادعاه نابليون في منشوره إن هو جاي بقى يخلص البلاد من المماليك والكلام ده. السؤال هنا هو ثورة القاهرة الأولى أصلا قامت ليه؟ قامت بسبب فرض الضرائب الفادحة والباهظة اللي عملها نابليون وجنوده على المصريين. ليه؟ هو مش لا ياكل. مش احنا قلنا ان الاسطول الانجليزي دمر الاسطول الفرنسي في البحر المتوسط، وقلنا كمان ان ده تسبب في قطع امدادات فرنسا للحملة؟ ده خلى نابليون مش لاقي مصدر ومش عارف يعمل ايه، فبدأ يفرض على الاهالي فلوس اكتر وضرائب اكتر ويبلطج عليهم اكتر، وده خلى الاهالي مش مبسوطين باللي بيحصل. ماشي. الازهر الشريف هو مقر ثورة القاهرة الاولى. ايه بقى اللي حصل؟ ايه الاحداث اللي حصلت؟ قال لي اول حاجة قتل الحاكم الفرنسي لمدينة القاهرة، وبالمناسبة الحاكم ده كان اسمه ديبوي. اشتعلت الثورة في الأقاليم المجاورة، مما دفع الفرنسيين لاستخدام القمع والإرهاب لإخمادها. يعني الثورة ما كانتش بس في القاهرة، كانت في الأقاليم المجاورة، محافظات يعني بتاعت وجه بحري وبعض محافظات وجه قبلي في الأول. تم إعدام الكثير من الثائرين. ما بيتفهمش نابليون، بيعدم على طول. تم اقتحام القوات الفرنسية الجامع الأزهر بخيولهم، مما أثار الشعور الديني للمصريين. طبعا هي ثورة القاهرة الأولى فيها معلومات أكتر من كده، زي إنه بدأ يفتش البيوت، بدأ يخبط في البيوت ويكسرها ويفتش البيوت يعني اتجنن بقى، اتجنن. معركة أبي قير البحرية جننته، ما بقاش معاه أي موارد وكان مرعوب من اللي بيحصل فاتجنن بقى. طبعا المصريين ما عجبهمش الكلام ده واشتعلت الثورة كتير. سؤال: فسر اقتحام القوات الفرنسية للجامع الأزهر أثناء ثورة القاهرة الأولى. هو ليه بيقتحم الجامع الأزهر؟ هو بيدور على مين في الجوامع دي؟ هو بيعمل ايه؟ ما بيدور على الثوار. هو بيقتحم لو ممكن يقول لي ايه النتيجة؟ انه كمان اقتحمت القوات الفرنسية لجامع الأزهر. النتيجة ان هو أثار الشعور الديني عند المصريين واشتعلت الثورة أكتر ما هي. ده غبي. طيب، التحالف العثماني الانجليزي الروسي. نابليون وهو في وسط المعمعة دي كده والثورة قايمة عليه، سمع خبر غير لطيف من نفس الراجل اللي قال له الحق يا نابليون. قال له قول يا وش السعد، قول عندك ايه تاني، مصيبة ايه تاني جاي تقول؟ قال له خلي بالك علشان في مشكلة، اتفضل ارغي. ايه المشكلة؟ المشكلة ان انجلترا وروسيا والدولة العثمانية اتفقوا ضدك. ماشي، ولا حد يعرف يعمل معاه حاجة. عملوا ايه بقى؟ مش انت عامل لسه قال محدش يعرف يعمل معاك حاجة، مهتم ليه؟ لا بس قول لي عملوا ايه. قال له هيبعتوا لك حملتين، واحدة عن طريق اسكندرية جاية من جزيرة رودس في اليونان، دي حملة بحرية، والتانية حملة برية من ناحية بلاد الشام. فنابليون فضل يفكر يعني هلاقيها من هنا ولا من هنا، ولا اعمل ايه ولا ايه. فضل يفكر انا لو استنيت الحملة العثمانية تجيلي بلاد الشام من بلاد الشام ودخلت مصر وحصل اي حاجة مش معمول حسابها، هبقى محاصر من الشرق او من الشمال الشرقي من ناحية بلاد الشام من الجيش العثماني، ومحاصر من الشمال من الاسطول البريطاني. لا انا مش هستنى، قام واخد الجيش بتاعه وطالع هو بسرعة على بلاد الشام عشان يقضي على الحملة العثمانية اللي جايه له من ناحية البر. يبقى انا كان عندي كده حملتين، واحدة برية جاية منين يا مستر؟ جاية من بلاد الشام، وكان عندي واحدة بحرية جاية منين؟ جاية من ناحية الاسكندرية زي ما هو موضح كده على الخريطة بتاعتي، على جزيرة رودس، جاية من ناحية جزيرة رودس، بينما الحملة العثمانية جاية من ناحية بلاد الشام. حلو، تعالوا نشوف بقى المذاكرة بقى. تحالفت الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا لإخراج الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية، فقررت الدولة العثمانية إرسال حملتين، حملة برية من الشام، حملة بحرية متجهة إلى الإسكندرية. وعندما علم نابليون بذلك خرج بحملته إلى الشام مارس 1799 لمقابلة مين؟ لمقابلة الجيش العثماني اللي هي الحملة البرية. طيب وبعدين؟
وصل نابليون إلى عكا لكنه فشل في دخولها. ليه يا عم نابليون فشل في دخول عكا؟ دي حاجة غريبة. الجيش الفرنسي فشل يدخل عكا؟ طبعا. ليه؟ هقول لك ليه. علشان حاجتين. رقم واحد، استبسال أهالي عكا بقيادة القائد بتاعهم اللي اسمه أحمد باشا الجزار. قال لك حصانتها واستبسال أهلها في الدفاع عنها بقيادة أحمد باشا الجزار. رقم اتنين، الأسطول الإنجليزي كان بيساعدها. مستر كان بيساعدها إزاي؟ ما تيجي نبص كده على الخريطة. بص كده بقلبك يا مؤمن كده. هو الأسطول الإنجليزي موجود فين يا عم الحاج؟ موجود في البحر المتوسط، صح؟ طب هو مش سهل إن الأسطول الإنجليزي يمشي كده ويروح لعكا اللي هي أصلا مدينة ساحلية ويديها هنا إمدادات؟ يا مستر ده ممكن يحصل فعلا، وده اللي حصل بالفعل، انه بدأ يعمل امدادات لاهالي عكا خلت نابليون يفشل في ان هو يدخل يهزمهم يعني، او يدخل وياخد عكا يعني. عشان كده عكا كانت هي السبب الرئيسي في فشل الحملة الفرنسية على بلاد الشام. طبعا نابليون اثناء الحصار بتاعه لعكا اتكعبل كده في الحملة العثمانية اللي كانت جت، وما خدتش في ايده غلوة زيها زي المماليك وانتصر عليهم ورجع. طيب قال لك قرر نابليون العودة إلى القاهرة، وما أن وصل إليها جاءه نبأ يا دي النيل. قول يا وش السعد خير. قال له الأسطول العثماني اللي كان جاي من ناحية جزيرة رودس ووصل اسكندرية، دلوقتي موجود هناك في خليج أبي قير. نزلت القوات العثمانية من السفن في الإسكندرية إلى خليج أبي قير، نزلوا بقوا على رجليهم، فدارت معركة ما بين الجيش الفرنسي والجيش العثماني اللي على رجليه اللي على الارض، اسمها معركة ابي قير البرية. يبقى كده في فرق كبير بين معركة ابي قير البرية ومعركة ابي قير البحرية. البحرية ما بين الاسطول الانجليزي والاسطول الفرنسي، ونيلسون دمر الاسطول الانجليزي. طب والبرية، ابي قير البرية كانت ما بين الجيش العثماني اللي نزل في خليج ابي قير وما بين الجيش الفرنسي، وفي الاخر انتصر برضه نابليون عليهم. بصوا كده، قرر نابليون العودة إلى القاهرة، وما أن وصل إليها جاءه نبأ وصول الأسطول العثماني اللي هو الحملة البحرية إلى أبي قير ونزول القوات العثمانية هناك. نزلت خلاص، فتوجه إليهم نابليون وهزمهم في يوليو سنة 1799. سؤال: كان التنافس الإنجليزي الفرنسي سببا في نجاح مقاومة أهالي عكا للحملة الفرنسية؟ طبعا، عشان التنافس اللي ما بين إنجلترا وفرنسا أدى إلى مساعدة الأسطول الإنجليزي اللي موجود في البحر المتوسط لأهالي عكا. بينما لو كانت فرنسا وإنجلترا سمنة على عسل، من رابع المستحيلات الأسطول الإنجليزي كان يساعد عكا. طيب، رحيل نابليون من مصر. نابليون هيمشي؟ ليه بقى؟ فاكرين الثورة الفرنسية والدول اللي كانت واقفة ضد الثورة الفرنسية لمنع تسرب مبادئ الثورة الفرنسية؟ الدول دي قامت تاني على فرنسا. قرر نابليون العودة إلى فرنسا سرا لمواجهة المتاعب التي تعرضت لها الحكومة الفرنسية. متاعب من مين يا عم؟ قالك من النمسا وحلفائها. تاركا الحملة لمين بقى؟ لكليبر النائب بتاعه سنة 1799 ميلاديا. سؤال: قالك أثرت العلاقات الفرنسية على المستوى الأوروبي في نهاية القرن ال18 على قيادة الحملة بمصر، حيث أن بعد مواجهة الحكومة الفرنسية لمتاعب من الدول الأوروبية أجبر نابليون على ترك الحملة الفرنسية في مصر وتعيين كليبر بدلا منه. عشان كده غيرت شكل القيادة بتاعت الحملة الفرنسية. كليبر ده راجل عملي قوي والله، يعني يمكن أكتر واحد بحترمه في الدرس يعني. كليبر فكر وقال: أنا إيه اللي هيخليني مرزوع في المكان ده؟ جنودي وعددهم بيقل، المصريين مش مبطلين ثورات، المماليك مش مبطلين مقاومة، الدولة العثمانية عمالة تبعت حملات ورا حملات ومش راضية تسكت. أنا أقعد هنا ليه؟ بالمنطق. يا سلطان يا عثماني، نعم. يا أسطول يا إنجليزي، نعم. ممكن أطلب منكم طلب؟ اتفضل. أنا عايز أخرج على نفقة الحملة الدولة العثمانية، وأنا مش عايز أتخانق مع حد، وكأن حاجة ما حصلتش، وصافي يا لبن حليب يا قشطة. خرجوني بس من هنا ببلاش. أنا مش معايا سفن، انتوا عارفين الأسطول بتاعي اتدمر، أنا عايز أمشي من هنا. طبعا السلطان العثماني رحب بشكل كبير جدا، وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة العريش. لما الموضوع وصل بقى للحكومة الإنجليزية قالت: لا يا حبيبي، دخول مش زي خروجه. يعني إيه؟ يعني حضرتك عشان تخرج من مصر لازم تخرج أسير قصب. أنا آسف،
مش هقدر ما اقلش. هتخرج اسير، اسرى حرب. يعني انا عارف ان اي حد اتفرج على الفيديو دلوقتي زمانه فصله خلاص، انت اكس مش هتفرج عليك تاني. المهم خرج اسير خلاص، وان هم يخرجوا اسرى يعني. طبعا كليبر رفض وقام ماسك الدوله العثمانيه وقام مدور فيها الضرب. اطلعي بره بقى، بعد ما دخلهم القاهره عشان يتفق معاهم قام مدور فيهم الضرب وطلعهم بره مصر. يعني وانا مالي يا ليمبي، انا بتضرب ليه دلوقتي يعني؟ هو مش احنا اتفقنا ان احنا نخرجك؟ مش انجلترا هي اللي رفضت؟ انا مالي بقى. كليبر قائدا للحملة. أدرك كليبر استحالة بقاء الحملة الفرنسية في مصر بسبب تناقص عدد جنود الحملة، أدي واحد، مواصلة إرسال الدولة العثمانية لحملاتها إلى مصر، تجدد مقاومة المماليك وثورات المصريين. ففي 4 عناصر هم السبب: قلة الجنود رقم 1، الدولة العثمانية عمالة تبعت حملات، المصريين بيعملوا ثورات، المماليك بيعملوا مقاومة. ونتيجة لما سبق عرض كليبر على السلطان العثماني وقائد الأسطول الإنجليزي في البحر المتوسط. يبقى عرض على 2 يا جماعة، عرض على السلطان، ثانية واحدة، عرض على السلطان ادي 1، وقائد الأسطول الإنجليزي ادي 2. خروج الحملة الفرنسية من مصر على نفقة مين؟ الدولة العثمانية، فيما عرف بمعاهدة اسمها معاهدة العريش سنة 1800 ميلاديا، والتي فشلت ليه؟ بسبب رفض حكومة انجلترا المعاهدة، وأصرت على استسلام القوات الفرنسية، مما اضطر كليبر لمهاجمة القوات العثمانية وطردها إلى الشام. سؤال: تحول تفكير كليبر قائد الحملة الفرنسية من الرحيل عن مصر إلى البقاء فيها. ليه تحول كده؟ بسبب رفض الحكومة الإنجليزية خروجه، عشان كده ضرب العثمانيين وخرجهم بره مصر. 7. ثورة القاهرة الثانية. ايه اللي حصل بقى؟ المصريين انتهزوا المشاكل والمتاعب اللي الحملة الفرنسية بتقابلها، مرة من العثمانيين مرة من الأسطول الإنجليزي، وهاجموا بقوة المعسكرات بتاعة الفرنسيين اللي بالمناسبة كانت في حي بولاق هنا عندنا في مصر، ناحية وسط البلد كده في القاهرة يعني. واستطاعت القوات الفرنسية إخماد الثورة في القاهرة والوجه البحري. ايه وجه التشابه ما بين ثورة القاهرة الأولى والثانية؟ ممكن يجي لك سؤال زي كده، إن الحملة الفرنسية في المرحلتين أو في الثورتين استطاعت إخماد الثورة. وأثناء ذلك قام الفرنسيون بالاتفاق مع مراد بيك لإخماد ثورة الصعيد مقابل أن يحكم مراد بيك الصعيد. يا مراد، ده انت كنت 7 رجاله في بعض مع نابليون وقعدت تقول له مش احنا اللي نبقى تحت جناح حد وبتاع، وعملت فيها جامد يعني. اشمعنى تراجعت دلوقتي؟ سبب غريب، مراد بيك ليه يتراجع دلوقتي بعد ما يعني هو قال اكسب حاجه احسن ما مكسبش حاجه خالص يعني نابليون وحش انما كليبر حلو. اذا مراد بيك رفض الاتفاق مع نابليون واتفق في النهايه مع كليبر. طيب مقتل كليبر بقى. قتل كليبر مع السلامه في يونيو عام 1800 على ايد البطل الشاب السوري اللي اسمه سليمان الحلبي، مجاهد احد طلاب الازهر. وتولى مينو قياده الحمله في مصر بعد نابليون بقى. مينو بقى جاي بيحلم احلام اليقظه. يعني ايه؟ مينو بقى على عكس كليبر وعلى عكس اي حد. انا يا جماعه انا قاعد، انا مش ماشي، انا هعمل مستعمره فرنسيه هنا. يا ابني ما انت محاصر من كل مكان وانجلترا هتزعلك. لا انا لازم ابص لنص الكوبايه المليان. طبعا حط خطه اصلاحيه في مجالات الزراعه والصناعه والتجاره والصحه والقضاء، وهيحقق بصراحه شويه حاجات كده هنشوفها ان شاء الله في المحاضره اللي جايه او في الحصه اللي جايه يعني. ولكن يعني انجلترا بقى قالت انا خلق ضيق ما بستحملش الكلام ده. في فبراير سنه 1801 بعتت انجلترا اسطول بمساعده بعض القوات من الدوله العثمانيه وبعض زعماء المماليك عشان يخرجوا الحمله، وبالفعل القوات دي استطاعت نزول اسكندريه ودخلت الى القاهره، ولم تجد الحملة أي مفر إلا إن هي تستسلم وتقول أنا همشي سلام عليكم. ففي سبتمبر سنة 1801 شهر 9 بقى خرجت الحملة الفرنسية تماما من مصر. أرسلت إنجلترا أسطولا جديدا إلى أبي قير في فبراير سنة 1801 وانضم إليه مين؟ الجيش العثماني وبعض زعماء المماليك، 3 عناصر هم، ونجحوا في دخول القاهرة. فاستسلمت الحملة الفرنسية وغادرت مصر في 18 سبتمبر 1801. يبقى في فبراير الأسطول الإنجليزي جه، وفي سبتمبر 7 شهور ما بينهم سنة 1801 خرجت الحملة الفرنسية من مصر. السؤال بيقول حدد العلاقة بين تحالفات الدولة العثمانية وفشل مينو في تحقيق طموحاته بمصر. أدت التحالفات التي أبرمتها الدولة العثمانية مع إنجلترا بإشراك الأسطول الإنجليزي مع القوات العثمانية إلى إجبار مينو والحملة الفرنسية
على الخروج من مصر بعد دخولهم القاهرة. فده كده كان سريعا، مش سريعا قوي يعني، احنا عدينا 40 دقيقة شرح الدرس التاني. بفكركم ان احنا بننزل الحصص على مرتين، كل يوم جمعة الساعة 7 بينزل حصة الشرح، وكل يوم تلات الساعة 7 برضو بينزل حصة حل الأسئلة. زائد طبعا بعد كل فصل بنعمل مراجعة محترمة جدا وبنحل كل الأسئلة اللي موجودة على الفصل. شكرا جزيلا، كنت معاكم مستر أحمد حسن على قناتكم مملكة المؤرخات. دمتم في أمان الله، أشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية على خير. السلام عليكم.